السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن التميز، بس قبل ما نتكلم مع بعض شويه يلا بينا نصلي على النبي. مين فينا بقى ما نفسوش يكون مميز؟ كلنا بنحلم ان احنا نكون مختلفين ويكون عندنا حاجه مش موجوده مع حد تاني، حتى لو مش حاسس بكده. عارف ليه؟ لان التميز حاجه مش بنكتسبها، التميز حاجه موجود فيك من البدايه. المشكله انك مش شايفها لانك طول حياتك بتقارن نفسك بالناس الغلط. بتبص الشخص الناجح او المشهور او اللي عنده حاجه انت نفسك فيها وتقول بس هو ده الشخص المميز وانا ولا حاجه. بس اسمعني كويس، الناس دي مميزه فعلا بس مش احسن منك، بس هم اكتشفوا ايه اللي يميزهم واشتغلوا عليه وانت لسه بتدور. طب ازاي تعرف انك مميز؟ مثلا في حاجه انت بتعملها سهله جدا وفي غيرك بيستصعبها، او في ناس بتيجي تسالك عن حاجه معينه دايما. لو ركزت شويه هتلاقي عندك حاجه مش عند حد غيرك. الفرق بين الشخص العادي والشخص المميز ان الشخص المميز يكتشف عنده الحاجه دي، اما الشخص العادي مش واخد باله من حاجه اصلا. الخلاصه مش لازم تكون زي حد عشان تبقى مميز، فبدل ما تسال نفسك انا مميز في ايه، اسال نفسك ازاي اكتشف ايه اللي يميزني. بالعكس انت مميز لما تكون انت مش نسخه من حد تاني. وعلى راي احمد مكي مال، دور في نفسك جوه نفسك هتلاقي ميزتك. سلام.